اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة ومرحبا بكم، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله ربي تكونوا الكلكم في خير ونعمة، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، إن شاء الله تكونوا في راحة بال، إن شاء الله يا ربي يعطيكم ما تتمنوا. هاني جيتكم ورجعت لكم في فيديو جديدة مع وصفة جديدة. هنا الفيديو هذه تتم لزوز فيديوهات قبل سابقين اللي هما البراليني والكريم موسلين. حبيت نكمل معاكم الجينواز والمونتاج متاع الجاتو الكل. وقبل هذا نحب نشكر المتتبعين الناس الافاضل. يا رب يبارك لكم، يعطيكم ما تتمنوا بالرسمي، ياسر اخلاقكم عاليه، ناس تشجع فيا، ناس هكا معناها هكا تعملي في البوست باش نقدم ونزيد ونعطي. الله يبارك لكم وان شاء الله ربي يجازيكم كل خير. كيف ما تشوفوا لهنا هذه خبز الجاتو بتاعنا. حبيت نودكم بالرسات، حبيت نودكم معناها بالطريقة. أكيد الناس كل يعملوا الجاتوات، أكيد فما شكون معناها ناس بروفيسيونيل، أنا مانيش بروفيسيونيل ولكن نحب نعطيكم حاجات هكا بسيطة وسهل لكم العملية. دونك لهنا باش نعمل جينواز، باش نعمل زوز. هذه واحدة متاع كعبة واحدة جينواز، هنا باش نعمل زوز وكل واحدة باش نقسمها على زوز، يعني 4 طبقات. إذا لهنا خديت 120 جرام سكر، خديت 70 جرام فرينة، خديت لهنا هذيا النوازات رحيتها، لكن هنا نسيت اني مش نرحها بشويه سكر، ماك السكر هذاك رحيتها وحدها قارة الزيت مش مشكله. خديت 4 بيضات وفصلت الابيض على الاصفر، وخديت قرصه الملح، وهذوما بطبيعتهم زوز ساشيات سكر فاني. هنا باش نكهو يعني الجنواز نتاعنا. لهنا جنواز كان شفتوا لهنا تنجموا راهو الاربع عظمات، معناها كان باش تعمل جنواز عاديه ما فيهاش نوازات، تحط من 100 حتى ل 120 جرام فرين. هنا اول حاجه خذيت البيترا نتاعي، حطيت فيها اكل 4 فصوص بيضه نتاع العظم، وباش نحط عليها نصف الكميه نتاع 120. علاش؟ هنا خاطر باش نركض على مرتين، الاصفر لوحده والابيض وحده. خذيت لهنا اول حاجه باش نركز الابيض، حطيت عليه قرصه الملح حتى لين يولي كشكش هكا، كي كشكش يعني يولي ابيض كيف ما تشوفوا لهنا. نبدا نصب في السكر نتاعي 60 جرام بشويه بشويه، تصبوهاش كل مع بعضكم. هذه اول ساعه استوس باش تعملوا الميرينج، معناها تعملوا الابيض هذاك باش يتضاعف الحجم نتاعو وزيد يبيض هكا بشويه بشويه لين حتى تشوفوا قدامكم. صحيح انا مسرعه الفيديو، ولكن بطبيعه واضح كل شيء، حتى تشوفوا كيف يولي كيما الثلج في الاخر. ما شاء الله، معناها ما شاء الله بالكدا بالكدا يطلع كيف ما تشوفوا لهنا. هاكا صاي يكمل. شوفوا لهنا عبارة كالثلج بالضبط، معناها تركض بالكدا بالكدا. ماذا بكم تستعينوا معناها باتور لهنا، خاطر مش سهل انه باش نطلعوه المرنج هذايا باليدين. بصراحة انا واحدة من الناس ايدي توجعني ديجا باش نعمل، تشوفوا مع بعضنا باش نعمل الاصفر، ايدي بالحق وجعتني بالكدا بالكدا. اذا شوفوا لهنا اخذوا كيف ريتو كثلج بالضبط. هذا هو باش يطلع لي القوام نتاع الجنواز نتاعي، وهو باش يخليها تجي معناها ناجحه 1000%. فما شكون يحط مع بعض، وانا ديجا معناها عندي دي ريسيت نحط مع بعض وعادي جدا. توا باش ناخذ الاربع فصوص الاصفر، ولهنا باش نحط عليهم ساعه اكل سكر فاني، زوز ساشيت كما قلت لكم. ونفس الحكايه باش ناخذ نركض ونزيد السكر 60 جرام الاخرى، باش نزيدها بشويه بشويه حتى لين يتبدل الكولور نتاعها ويتضاعف الحجم. بالرغم هكا بفويه عاديه. صحيح انا حاشاكم معناها هكا يدي توجع فيا، معناها وجعتني الحق، اما نتصور واحده ما شاء الله بصحتها والكل معناها عادي جدا، يعني في ساعات تعملها معناها عادي. بشويه بشويه نركض ونواصل. شفتوا كيفاه اللون كيفاه تبدل، كان اللون متاع اصفر غامق وتوك هكا بدا يفتح. توا باش نزيد نحط النوازات نتاعي المرحيه. كيف ما قلت لكم ما تنسوش انتم كي باش ترحوها حطوا معاها السكر، خذوا من الكونتيتي نتاع 120 ورحوها بها باش ما تزيدش على الحلاوه نتاع الجينواز نتاعكم. نكمل النوازات نتاعي بشويه بشويه. ومن بعد 70 جرام زاد كيف كيف نتاع الفرينه، صبوا بشويه بشويه. بالطبيعه الفرينه انا راني غربلتها اكثر من مره، يعني هويتها
لا اله الا الله محمد رسول الله، حتى لين تكمل لي كونتيتي الكل معناها نتاع النوازات ونتاع الفرينة. هاكا قدامكم كل شيء واضح، صحيح مسرعة في الفيديو ولكني معناها المراحل كلها وريتها لكم. مش مشكلة، راو كي تشوفوها هكا معناها تكثفت والكل عادي جدا، خاطر هاكا مازال عندنا المورينغ هو اللي باش يحاول يحل لنا الخليط نتاعنا. فهو المورينغ نتاعي باش ناخذ تويكا شويه بشويه ونحط في البول هذيك اللي خلطت فيها الفصوص الصفر ومعاهم النوازات المرحيه ومعاهم الفرينه، ونبدا هكا نقلب شويه بشويه. هوا حكايه عاديه، تقلب هكاك بشويه حتى لين يدخلوا المكونات الكل مع بعضهم. تبيع بشوي بشوي، انا راني مسرعة في الفيديو، انتوما حاولوا بشوي بشوي باش يدخلوا المكونات مع بعضهم الكل. وهكاك يحضر الخليط بتاع الجنواز نتاعي. كيف ما قلت لكم هذه راهو باش نعمل منها زوز، يعني الكل في الكل استعملت حرتين عظم و220 جرام سكر و70 جرام فرينة، 140 جرام فرينة و100 جرام شو اسمه هو البوفريوة. وريتكم الوحدة كيفاش صاي كملت المرانج الكله. خديت الطبق لهنا من قبل محضراته، دهنته بالزيت وغلفته بالبابي كويسون. هذاك راهو باش يخليكم معناه يسهل لكم بعدكش كي نحو كعبة الجنواز نحلنا معناها ماشي مقصوصة ولا ماهيش مفترشة والكل. بعد ما تسووها كيف هكاك تحاولوا انكم تضربوه الطبق على الباياس باش يجي كله معناه نفس المستوى، مش ناس بقايع هكا تكون مليانة وبقايع أخرى لا. بطبيعة درجة الحرارة هنا حكيت 170 درجة، من با 8 ل 10 دقائق انتم والفور متاعكم. ها هو صاي يحضر الجنواز متاعنا على البقعة. تحاولوا انكم تغطوها معناها ديريكتوم، خاطر في ساعة يبس لاقينه يبس والكل ما عادش يولي يعطيكم الطوع في الخدمة. صاي كملوا كعبة الجنواز متاعي، عملت كعبتين طويل قسمتهم كيف ما تشوفوا هكا. تويكا باش نحاول اني نعملهم المونتاج متاعهم. اول حاجة عملت مشيت طيبت شوية سيرو، عملت كيلة متاع فنجال هكاك متاع تاي سكر، عليه كيلة ونص ماء. وقت اللي وصلوا لدرجة الغليان خليتهم 10 دقائق هكا وهبط، وتويكا نسقي فيهم. حطيت عليهم قطرات روح الورد، انا هكاك حبيت روح الورد. تنجموا نتوما تعملوا اي حاجه اخرى، زهر عطرشيل تحبوا عليه، فما شكون يحط حليب، اسقي اللي تحب عليه قهوه كما ما تحب. هذا يا سيدي اكل الكريم موسلين اللي حضرناها مع بعضنا. تو ان شاء الله نخليكم زاد الرابط نتاع الفيديو نتاع لوطه في صندوق الوصف. نعملوا كيف هكا في بالبوشا دوي هكا تسهل لكم العمليه. ومن بعد تاخذوا اي باليت هكا تحاولوا تطرحوا بها الكريمه هذيك بتاعكم. ها هو طريقه سهله بسيطه، راني كيما ما قلت لكم راهو مش واحد باش معناها بروفيسيونيل، انا نخدموا باللي نقدروا عليه. المهم نفرحوا صغيراتنا. بالطبيعه لهنا الجاتو رانا نعملوا فيه، انا واحده من الناس برانسيب راني نعملوا مش احتفاء معناها براس عام ولا حاجه، لا ديما هكا مليا وليداتي صغيرين نعمل لهم كومكوا باش نستقبلوا سنه اداريه جديده. معناها كهو هذاك هو شنو الهدف نتاعي، ونفرح الصغيرات، وهذاك هو شنو اللي نعمله. دونك كيف ما تشوفوا لهنا كل طبقة نسقاها ومن بعد نحط عليها الجنواز كيف ما قلت لكم من بارا 8 دقائق، ما تخلوش هكا نوعا ما يبس. هنا نوعا ما نسيتها شوية لكن جات بنينة ما نحكي لكم مش سيرتو القول كلها بالنوازات. الكريمة بالنوازات شو اسمه هو جنواز بالنوازات جات روعة، جات بنينة بنحكي لكم مش بالرسمي، تحفونا برشا. هنا كملت حصيلو في الاخر بكل الطبقة الاخرانية هكاك غطيتها بالكريم موسلين. هكا نحاول اني نحط في الجنوبات ونحاول اني نعملك الحفافة هذيك هكاك معناها كيف ما تشوفوا بشوية بشوية اللي تاخذ عليها ايديكم.
هنا ناحية شفتها ماهيش قد معناها قد بعضها، وليت قاسيتها، ونورمالمون احنا نقصوها قبل ما نعملوا ال يعني نحطوا الكريمة، لكن أنا قصيتها في الآخر بكل جهة حسيتها ماهيش قد بعضها، قصيتها وكلينا هك الصغار يفكوا فيها من بعضهم أصلا، عجبتهم ما نحكي لكمش. توا خذيت هاك البرالان هذاك اللي وريته لكم زادا. هو البرالان شنو هو عبارة على نوازيت مكرملة كهو مش مرحي، وكي نرخوه يولي براليني. حبيت نزين بها كراو يجي بنين برشا، نجمو نحطوه حتى ما بين الطبقات. جاي روعة، ما نحكي لكمش على البنة اللي فيها بالحق، جات بنينة بنينة. وسيرتو هو هذا البرالان يبقى كروستيون، معناها حتى تبات والكل ديما يبقى مقرمش، محلش كامنها بالحق بالرسمي. بحاجات بسيطة بطريقة بسيطة نجموا تفرحوا وليداتكم. تنجموا حتى معناها تعمل أكثر فينيسيون وأكثر تزيين، تنجم تعمل حتى خبزة جاتو متاع مناسبة، عيد ميلاد، أي حاجة. دونك لهنا حبيت هكا زي كيف نجي نحط في الجنوبات من وك البرالان هذاك. هكا بنتي كل مرة هكا نقولها ماما شنو اللي ناقصها، تقولي باقي فارغة، باقي فما حاجة ناقصة. حسيرو كملت زينتها بالكريمة، كريم موسلين هاوكا كيما ما تشوفوا لهنا في البوش هكا. في الاخر بالكل عطتني الفكرة، قالت لي ماما ذوبي اعملي غاناش وحطي فيه من فوق، وافكتيفمون هذاك شنو اللي عملت. دونك هذه كانت الروسيت نتاع الجاتو نتاع الجينواز والمونتاج. ان شاء الله تكون عجبتكم. يعطيكم الصحة مرة أخرى، بارك الله فيكم على كل اهتمام وكمخفة الخاطر، الله يجبر بخاطركم. وتوي كما بقى لي كنقولكم في الأمان وبسلامة.